العلامة الثانية أيها الإخوة من علامات الوقف التي نجدها في المصاحف علامة لا. علامة لا، هذه علامة لا غالبا يعني يضعها العلماء ليبينوا بأن المعنى هنا لم ينتهي، وإن وقفت هنا لعلك أوهمت خلاف المقصود. وأحيانا يضعونها بمعنى لا تقف وتبدأ بما بعدها، يعني أحيانا يضعون لا ولا يكون قصدهم النهي عن الوقف بقدر ما قصدهم النهي عن الابتداء بما بعد هذه العلامة. ننظر إلى علامة لا في اللوحة التالية. فمن علامات الوقف في المصحف علامة لا كما نرى. علامة لا هذه علامة الوقف الممنوع لعدم تمام المعنى، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. طيب أنا الآن لو قلت والذي جاء بالصدق وصدق به، يقول القائل: إيه ماله هذا الذي جاء بالصدق وصدق به؟ يعني لم يأتي كلام كامل المعنى. أولئك هم المتقون، فجملة هم أولئك هم المتقون هي خبر المبتدأ اللي هو والذي. نقرأ اللوحة. المعنى كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا يصح الوقف على وصدق به، لأن والذي مبتدأ وخبره أولئك هم المتقون، ولا يصح فصل الخبر عن المبتدأ. إذن هذا معنى لا، أحيانا توضع بمعنى لا تقف هنا لأن المعنى لم يكمل، وأيضا يكون النهي عن الابتداء بما بعده.